عدى 24 ساعة. بس قبل ما اتكلم في اتحاد الكورة والزمالك وبيراميدز والاهلي واي حد تاني، انا عايز اشكر الناس المحترمة اللي بتدي الواحد دافع وتديله نفس اللي هو يطلع يتكلم كل يوم معاه. الناس اللي بتدعم البني ادم بجد، اللي بتقف جنب البني ادم بجد، مش الناس اللي هي الف شكر لكم. كل واحد بيدي لابوسي في اللايف وبيشترك معايا في القناة، ربنا بس انت اللي هيجازيك كل خير، مش انا حتى، ان شاء الله بدون مقاطعة. يا جماعة 24 ساعة عدت على ماتش الزمالك وبيراميدز. سيبكم من الماتش، احنا اتكلمنا عن الماتش وقلنا الاتنين بيخبطوا، الاتنين الفرقتين بيخبطوا. لكن اللي حصل امبارح بعد الماتش وكل البهوات شافوه، كل المحترمين شافوه، اللي كانوا بيطلعوا يتكلموا عن لعيبة الاهلي واي حاجة كانت بتحصل لعيبة الاهلي، موتين بعض كلهم، شاتمين بعض باوسخ الشتايم. وهسمعكم وتشوفوا وهوريكم بعينكم وطلعوا علقوا لي انا بتكلم صح ولا غلط. يا اللي بتقولوا انت متعصب للنادي الاهلي، نادي مين اللي احنا متعصبين له؟ الاهلي ده النادي الاهلي الوحيد اللي في مصر مظلوم. اتفرجوا وليا تعليق بعد ما انتوا تتفرجوا. شوفوا. يلا بينا رمزي بارز. يلا 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 أليكس جديد بوم جديد. ابعد عنه بقى، ابعدوا عنه. يلا معاه يا ابني، تعالى يلا. يلا بينا رمزي بارز. يلا 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 أليكس جديد بوم جديد. ابعد عنه بقى، ابعدوا عنه. يلا معاه يا ابني، تعالى يلا. بالله عليك انت بقى، بالله عليك اللي بتشوف نور كلمة الحق ان شاء الله هتقولها. ده يرضي اي حد محترم؟ فضيحة، فضيحة قدام كل الصحفيين المحترمين اللي ما بيشوفوش حاجة دلوقتي. كل مذيع شاف كل حاجة، شفنا شيكابالا واحمد الشناوي اوسخ الشتايم لبعض في الملعب، رديح في الملعب. مدحت عبد الهادي بيرجع لزمان، مدحت عبد الهادي ومحمد عبد المنصف بيرجعوا لايام زمان. وجهاز بيراميدز الا جهاز بيراميدز، بس جهاز بيراميدز ليه سنة عذر حتى مهما عمل. لعيبه الزمالك يا جماعه والجهاز الفني بيرموا جوه في الملعب. شفتوا يا جماعه الجهاز الفني نادي الزمالك ولاعيبته بيعملوا ايه؟ كل كوره لا يقعم لا يرموا كوره في الملعب تانية. ده فضيحه يمين الله في اتحاد الكوره، فضيحه للكوره المصريه، فضيحه اما فريق بحجم نادي الزمالك يترمى كوره والتانية والتالتة والمفروض كله يتطرد. ده المفروض في الاخر بصيره ده يتطرد عشان اللعيب اللي هو الجهاز الفني رمى الكوره في الملعب وهو واقف. يا جماعه لو الاهلي اللي كان محطوط في المشكله امبارح دي كنت انتوا سكتتم؟ كنت انتوا صحفيين سكتتم؟ ولا الاعلام؟ ولا كل واحد كان ماسك تليفون ولا ماسك اي حاجه وبيطلع يهاجم النادي الاهلي؟ شفتوا ربنا بص بيبين لنا، ربنا بيبين لنا على حياه عيننا يا اهلاويه. عشان كده احنا ان شاء الله ربنا معانا. زي ما انا قلت، ولا اتحاد كوره ولا لجنه حكام ولا مسابقات ولا اي حد، ربنا واحنا جمهور الاهلي اللي ورا الفرقه المحترمه اللي ان شاء الله بدون مقاطعه هنخلص من ماتشين افريقيا. هنتكلم على افريقيا ان شاء الله الفيديو اللي جاي بدون مقاطعه، هنجيب سيره. بس انا متضايق بالموضوع ده
الموضوع ده انا عايز استنى فيه لجنه المسابقات واتحاد الكوره هيطلعوا يقولوا ايه باللي شافوه، هيطلعوا يقولوا ايه على الايقافات اللي المفروض تحصل. هنستنى وهنرد ان شاء الله، عشان جمهور الاهلي ما بيسيبش حقه والنادي الاهلي ما بيسيبش حقه. شفتوا بعينكم محمد صبحي ورمضان صبحي شتيمه يا جماعه، مش عايز اقول لكم، اقسم بالله شتيمه بالام والاب. احنا كلنا اهلاويه احترفنا اللي حسين الشحات. انا طلعت في الفيديو عندكم من الماتش قلت لكم اللي حسين الشحات عمله دوت ما يرضاش اي حد بني ادم محترم، واللي عمله ده خطأ كبير حسين الشحات، وانا كنت بتمنى يمشي. شوف بقى درجه ايه. لكن امبارح البهوات كلها من هنا ومن هنا بيشتموا وبيقولوا الفاظ احنا ما ينفعش نقولها. احنا يلي بتوع الشوارع ما ينفعش نقولها، بتوع الانديه والنجوم هم اللي بيقولوها، هم اللي بيقعدوا يعملوا كده، احنا ما بنعملش كده. هم اللي يقعدوا يوشوشوا ويقعدوا يعملوا ببعض كده بالشتيمه بالام والاب، شتيمه بالام والاب. ده يرضي ربنا؟ يرضي ربنا ان انتوا كنتوا تضحكوا على الناس تحطوا بقكم؟ لا، اتحاد الكوره شوف، انت شايف بعينك والمراقب بتاع الماتش والحكم ده، الا الحكم عمل ماتش حلو، الحكم عمل ماتش حلو، بس جه في الختمه بوظها، هنتفرج على تقرير الحكم بسيوني وهنشوف هو قال ايه، وهنشوف لجنه المسابقات المحترمه اللي احنا بنقول عليها محترمه اهو، الاهلاويه بيقولوا عليكم محترمين، هنشوف هتعملوا ايه في الايقافات بيراميدز والزمالك. عايزين بامر الله حاجه تخلي الدوري المصري كله محدش ينطق، الكبير قبل الصغير. لكن اللي احنا هنشوفه هو اللي هنمشي عليه طول السنه، وانت اللي هتحط اللوائح، لا تخليها ضرب لا تخليها احترام، لا تخليها ضرب يا اتحاد الكوره لا تخليها احترام من ابو يوسف الاهلاوي. يا جماعه راجعوا على نفسكم قبل ما تاخدوا القرار، راجعوا على نفسكم. بتمنى اي حد بامر الله بدون مقاطعه المحترم اللي بيشوفني يدي اللايك والشير عشان صوتنا يوصل بربنا وبيكم ان شاء الله بدون مقاطعه. السلام عليكم.